تعريجة صغيرة قبل ما نجاوبك إن شاء الله على سؤالك. أنا حبيت نفس الكلام اللي الحقيقة اليوم لقيت روحي في شوية أريحية. يبدو أنه انحاز لي سي نصر الدين انحاز إلى الموقف اللي جاي باش ندافع عليه، ولكن الحقيقة هذا الحق، لأنه الحق حق يتبع. للأمانة ما معناها المفارقة والعجيبة أن الناس اللي موجودين اليوم في السلطة كانوا، وعدد على الأقل المحامين اللي كانوا زملائنا، كانوا يرافعون جنبا إلى جنب معنا السيد وزير حقوق الإنسان الآن، والأستاذ عبد الحميد عبد الله أيضا، والسيد وزير العدل السابق واللي هو وزير في الحكومة، وكل المحامين اللي كانوا معنا في الدفاع كانوا يدافعون جنبا إلى جنب، بل إن أغلبهم كان يقول في قانون الإرهاب ما لم يقله مالك في الخمر. كانوا يقولون أبشع النعوت عن هذا القانون، وأنه تعيس، وأنه غير دستوري، وأنه غير أخلاقي، ويمس مبدأ قرينة البراءة، ويمس مبدأ الشرعية، وهو كارثي، وهو إملاءات خارجية. بل إن هناك من طعن أصلا وقال أنه غير دستوري ولا يمكن أن يطبق أصلا. واليوم نجدهم اليوم للأسف بدأوا يدافعون. نخشى أن يكون هذا بدافعين: دافع الحفاظ على الكرسي من خصوم موجودين في الساحة ولهم فكر يسمع إليه وينصت إليه، رغم أنهم قالوا لن ندخل في السياسة. خاطر المشكل الكبير في قانون الإرهاب أنه ارتبط تحدثوا على السلفية. هذا قالوا هو زاد حتى سي العرايب اليوم في الندوة الصحفية تتفرج فيك مش فاهمك اللي تحكي عن السلف الجالية. نوضحوا اللي هما السلفيين. شوف، ثم مشكل كبير، ثم مشكل أنه تربط قانون الإرهاب. وأتحدى أي شخص، وأنا مرة أخرى قلتها للسيد ممثل النيابة العمومية، قلت له ائتني بمحاكمة واحدة منذ سن قانون الإرهاب إلى اليوم حكم فيها غير إسلامي. دي يقول لي يظهر لي ودر شنو، ولم يأتني بجواب كافي. يستحيل. أنا من خلال خبرتي عندي 13 سنة يعني أنت تقول سي أنور أنه القانون هذا تعمل من أجل الإسلاميين، على مقاس الإسلاميين وطيف معين من الإسلاميين، بل أنه أجزم أنه صحيح كان يحاكم كما لاحظ الأستاذ عبد الحميد عبد الله في أواخر التسعينات، جاء الفصل 52 اللي يعمل توصيف الجريمة الإرهابية باش يعطيها ظرف تجديد في العقوبة وينقص عليها ظروف التخفيف وغيره. ولكن كقانون متكامل لم يكن بهذه الخطورة إلا حينما صدر في 10 ديسمبر 2003، ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن لم يحاكم أحد، لا من العلمانيين ولا اليساريين ولا التجمعيين ولا غيرهم من الذين قتلوا حتى الشعب في الانتفاضة وذبحوه وعذبوه. لم يحاكم أحد منهم، حتى من الذين تآمروا وقتلوا وسلبوا ونهبوا، إلا إن كانت له لحية. يعني هذا يحيلنا أنه مازلنا معناها قاعدين عملية معناها سن القوانين ربما تتعمل على مقاس معين وتخدم حزب معين. هذه صارت على الأقل حين سن القانون. والحقيقة الغير مقبول، انضم صوتي للأخوي نصر الدين، من غير المقبول أخلاقيا على هذه الحكومة التي جاءت إثر الثورة أن تستغل قانونا وضع في تلك الظروف. يعني عبارة يا إما أنها أكلت جيفة غير مذبوحة بحلال، أو انتفعت من مسروق تعلم أنه مسروق. فأنا أقول أنه كنا ننتظر بعد الثورة يا سيدي، جاءت حكومة لولانية انتقالية وبعد احنا بعد الثورة ما سمعناش على معناها هل القانون هذا بتاع مكافحة الإرهاب من الضروري يعني تفعيله وكذا. الايامات هذه ولينا نسمعوا به. نذكرك وقتاش سمعناها أول مرة، خاصة وقت اللي بدات المجموعات وزير العدل في أحداث العبدلية في جوان الفارق. خرج علينا الأستاذ فاضل السايحي زميلي وجه له تحية، ولكن يرضى أنه أنتقده فلا بأس في ذلك. خرج وقال هذه أعمال إرهابية، وبعد حرقان المحكمة بتاعت لا نحكي من طرف الحكومة اللي تتبنى الحكومة خرج وقت مستشار السيد وزير العدل السابق وقال هذه أعمال إرهابية وسيقاضون بمقتضى قانون الإرهاب. وقانون الإرهاب سيدتي لم ينقطع يوما، لأنه حتى بعد الثورة في حكومة الغنوشي وفي حكومة السبسي أنا نبت في قضايا بمقتضى قانون الإرهاب، ولكن كان القضاء محتشما، وللأمانة كان يدفع عنه هذا البلاء ويتجنب الإيقافات. والآن هناك قضايا فتحت في فيفري 2011 وأبريل 2011، ثم إلى الآن كان تحب نحسب عدد القضايا اللي موجودة بمقتضى قانون الإرهاب تفوق 30 أو 40 قضية. بل إني أفاجئكم مفاجأة أنه الآن كل من يعود من سوريا
هو يحاكم بمقتضى قانون الإرهاب ويوقف مباشرة. فما الدليل؟ ودلائل كثيرة، يعني تصور احنا عندنا ما شاء الله زدنا برشا مكاتب تاع تحقيق في محكمة تونس الابتدائية، لأنه لعلمك وللعلم السادة المشاهدين أنه قانون الإرهاب فيه زاد حاجة أخرى، اختصاص ترابي مطلق للمحكمة الابتدائية بتونس. علاش؟ لأنه الماكينة نتاع الدولة الديكتاتورية القديمة موجودة في تونس، والأجهزة الأمنية القمعية موجودة في تونس، والمحكمة الابتدائية نجم نوفروا لها تجييش وحصار وكل ما يلزم لمحاكمة تفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة. للأسف بعد هذه الثورة لم يتكلم أحد، حتى السيد وزير حقوق الإنسان يبدو أنه قد غير موقفه بعد أن كان صرح أنه ضد هذا القانون. يبدو أنه ولينا نحكيه على تنقيح وتعديل. باش ما نحتكروش الكلمة سي أنور ونرجعوا نحكيو. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، كسابق الأزمان.